حنايا فاش كنهضروا على ليكيب ناسيونال يمكن واحد 95% ولا اكثر. كلشي عارف اللعابه اللي كيلعب. بحال دابا كنقولوا بونو، حكيمي، مزراوي، نايف. كيبقى دائما مشكل ديال شكون مع نايف. كان في المؤخرا بان بان شادي رياض واخد لافونس بشكل كبير. لا فين كيلعب، لا الاسلوب، لا الطريقه، لا لاج، لا بزاف ديال الحوايج. السيد في الاو نيفو، ولكن كتحس بان وليد واش باقي ما مقتنعش 100% بشكون غيلعب مع نايف. حيت مره كيجيب رومان سيس، مره ما كيجيبوش، مره كيدخل عبقار، مره ما كيدخلوش، مره كيعيط ليونس، مره ما كيعيطش عليه. كتحس به باقي ما قالش هذا هذا دو هذا طروا. باقي عنده. حيت يمكن نعيطوا على رومانسيس وهضر على اللاعبين ديال التجربه. مهم ان يكون عندك لاعبين ديال التجربه، ولكن اللاعبين ديال التجربه خصنا نعرفوا نوظفوهم. راه ما يمكنش حنا كنلعبوا في بلادنا وحنا كنلعبوا البالون ديالنا وحنا اللي كناتاكيو، وتلعب لينا دومي سونتر واحد اللي تخيلون ثقيل. راه زعما ما كاينه الابجديات ديال الكره. فاش كنلعبوا لا ديفونس كتطلع البلوك او، ما يمكنش تلعب ليا دي ديفونسور في اللاكس تقال. نايف شنا البيت اللي كانوا ماركاو علينا، نايف ورومان. نايف ما عندوش ماتشات في رجليه، كان ثقيل. ديمارا الكره ما قدر لا رومان لا حتى واحد يشدو. كون كان شادي كيكون فيلم اخر، سيد متريني كيلعب نيفو طالع، لا جونيس، كاين بزاف ديال الامور. اذا كاينين بعض الامور اللي باقيين كنقولوا حنا في هذا النيفو ما يمكنش نبقاو نضاربوا على شكون غيلعب مع نايف. واخا حنا راه دابا مضاربين، راه نايف كاين، واش هذا النايف ما كيتبليسا، ما كيتوعات، ما غياخذ صفرات، ما اذا باقي جوسكا ماتنو دوزنا لاكس في المستوى العالمي. شوف راه اللي وصلنا الدومي فينال ديال كوب دي موند راه هو كان عندنا نايف ورومانسيس في التوب نيفو ديالو. كلهم كانوا ولكن ما كانوش بدائل. راه ثلاثه اللعابه اللي ما كانوش عندنا اليوم البدائل. ثلاثه ما عندناش لهم بدائل. رومانسيس، نايف اكرد، والمراب. هادو هما الثلاثه اللي ما عندناش. النهار اللي بداو هاد الثلاثه شي كيعيا، شي ما كيلعبش، شي كياخذ الحمراء، شي ولا عندنا الهدود. مرابط نهار اللي خدا الحمراء وداك الشيء، شكون دير عزوزي، لا دير امير، لا ديرهم بجوج. بدينا كنقولوا نفس الفيلم. علاش؟ لان الوقت اللي كان خصو يبريباري وليد شكون غيلعب بلاصه جوج، ما بريبارش، بقى كيلعب بهم. تعرف انت راه ما عندكش، ما مجربش، وبقيتي كتلعب بهم. فاش جينا بالكوب دي موند حيد بانون، حيد داري، حيد الياميق، وجاب واحدين اخرين جداد. هذاك سميتو عبقار. بقينا كنشوفوا حتى وعرفناه كاين وعمرنا ما شفناه حتى الفينالمون في انغولا. كنظن جابوا عاد لعبوا ماتش، ومن بعد لعبوا ذاك الماتش حيدوا. بان ليه شادي عاود عندنا مشكل. باقي عندنا مشكل في اللاكس، لان خص جوج يكونوا كيلعبوا، خص يكونوا عارفينهم. اي ها هو نايف قرد سيدي، واخا ما كيلعبش فرقته كتجيبوا اسيدي متفقين. اسيدي السيد الاونيفو ركيزه من ركائز المنتخب لا احد يناقش. واش ما كيتوعدش السيد؟ ما غياخذ صفرات، ما غياخذ حمراء، ما نبداو نلعبوا شي ماتش صحيح، نديروا لاكس جديد، يلا نبقاو نشوفوا فيه حنا ولا كيفاش لافير. نو، هاد الماتشات كيديروا باش نعرفوا واش هادي رياض خدا نقاط، ربح بزاف ديال لي بون. سورتو دابا مشى للانجليز، هو يلاه مشى لعب الماتش الاولي، الماتش الثاني تيتولار هو لعب مع توعات، هو مشى ليه واحد شهرين ولا 3 شهور ديال الغياب. حنا عاوتاني رجعنا ليونس عبد الحميد، ودابا بوكامير دار العاب اولمبيه. هذه هي النقطه اللي كنت باغي نهضر عليها. ما فهمتش، واحد كان من احسن لي ديفونسور في الالعاب الاولمبيه ودار مباريات كبيره مع المنتخب الوطني، وكنقولوا بان خصنا يعني اللعابه اللي جاهزين، ومني كتشوف القراءه الجاهزيه تاع عبد الحميد جاهز. تاع عبد الحميد دابا هذا ماتش. لا بلاش، باش حنا كنهضروا على الطريق المنهجي. دابا على ود هاد لي دو ماتش عبد الحميد جاهز، دخل تيتولار بريبارا، ما عندوش مشكل. ولكن حنا كنهضروا على الرؤيه، راه نقدروا تاع الجموع الجاي ما يجيش. دابا غير اسمح لي، دابا عندك لاعب اللي دار الالعاب الاولمبيه، دارها في المستوى، وكان يعني تقنيا في المستوى، ما دار اخطاء، كان مزيان.
انا ما غنقول لاعب الحميد لا داري لا، هذاك اللاعب خصو يكون. علاش؟ لانه مستقبل ديال كره القدم الوطنيه، ولانه خصو ياخذ تجربه. اللي عنده مشكل في واحد المركز، معنا ما كاينش شادي رياض، لان حنا شفنا عبقار، شفنا اللاعب الاخر اللي لعب حدا مشات لي سميتو، المهم شفنا عبقار، شفنا شادي رياض، شفنا عبقار وشادي، ومن بعد رجعنا عاوتاني بان لنا بان شادي رياض افضل بكثير في المستوى ديالو ولا في الزعامه ديالو مع المنتخب الوطني من ثاني كنقولوا بان الثنائيه فيها واحد كنا بغينا جوج لاعبين، فهاد جوج اللاعبين اليوم هذاك الوليد كان خصو يكون اما يحيد يونس عبد الحميد ولا يحيد داري، واحد في هاد الجوج يتحيد باش يكون لاعب اللي ما غنتكلموش على واجد انه يجي ويلعب، خصوصا انه يعني هاد المباراه اللي غنلعبوا مع الكابون ماشي مباراه حاسمه ولا مباراه لا ماشي ما تقولش لي ماشي مباراه حاسمه، لا مباراه مهمه، حيت حنا مباراه مهمه ماشي حاسمه، انا كنعرف اش كنقول. مباراه مهمه المنتخب الوطني، ماشي حاسمه غنتقصاو بها ولا ما غنتقصاوش بها. لا حيت دابا لا واحد القضيه، تفضل دابا واش انت راني كنعرف اش كنقول، اش كنخرج بالفم. لا غير حيت التقليل من المباراه قلت لي ماشي مباراه حاسمه، ولكن مباراه مهمه مزيان، ماشي مباراه حاسمه، ماشي غتخسر ولا ما تقصش بها. واش الا خسر فيها المغرب غدوز لك، واش غتقبلها؟ اذا ما خصوش يخسر وليد، اسمح لي، ما مسموحش ليه يخسر كاع. ما نتكلمش كاع على الخساره، لا حيت غتقول لي هادشي نجرب علاش كاينش نجرب دابا كاين معقول دابا اش نجرب، ما كنجربوش، خصو يلقى الحلول. على دابا هاد البقامه اللي دوينا عليه، واش حنا يلاه غنشوفوا باش نجربوا؟ عارفينو واش غادي نجرب؟ انا ما قلتش غادي نجرب، انا قلت لك هذاك اللعاب ودار العاب اولمبيه في المستوى. الا قلت لي انا غنجيبو غنحيد داري ما نقول والو، مزيان غنحيد عبد الحميد وغنجيبو مزيان، لانه لعب في المستوى والله باقي صغير ومحتاجينه، لان عندنا مشكل. يعني لا قدر الله شادي رياض هذا غنلقاو كاين هو مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني، ومستقبل يعني الكره ديال المنتخب الوطني. بمعنى علاش ما غاديش يكون هذا الوهدي شفنا دار لقيناه، اللعابه اخرين ريتشاردسون العزوزي داروا كاينين. علاش هذاك الوليد بالضبط؟ اختيارات، ولكن واش الاختيارات ديال انني انا الاختيارات ديالي ملي غنجي نقارن اللعاب المستوى اللي دار وكذا، انا ما كنقللش من عبد الحميد ولا من داري، انا بالنسبه لي هو افضل منهم حاليا. علاش؟ لان المستوى اللي دار والمعنويات اللي عنده ويلا جي من الالعاب الاولمبيه وغيكون مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني الاولمبي في المنتخب الاول افضل بكثير من انني غادي نجيب مثلا داري ولا غنجيب يونس عبد الحميد ونقدر ما نعتمدش عليهم. هذا رايك ديال هذه الشوفه ديالو، ما هو الشوفه ديالو تختلف. الشوفه ديالو هو راه شرحها، قال ليه هضر على الواسع، ما سولوش على هذا، سولوه قال ليه عبد الحميد، سولوا على عبد الحميد، ولكن لا ابو كامير علاش ما كاينش؟ قال لا، وجاوبهم قال لهم راه تا ابو كامير دار العاب اولمبيه مزيانه كذا، وهضروا على واش هذا كيلعب ولا هذا ما كيلعبش، حيت داري ملي سال العام ما لعبش، هذا واقع. ملي سال العام بريبارا ما لعب حتى ماتش، فرقته ما لعبش ماتش ومن بعد مشى للاهلي. واش فهمتيني؟ عبد الحميد فايتهم لعب تيتولير، كاينش واخا عنده 36 يكون عنده 68 السيد كيلعب. غير عبد الحميد الوجود ديالو لا احد يناقشه، السيد كيلعب في الدوري الفرنسي تيتولير، هذه اكثر من 10 سنين هو تيتولير في الدوري الفرنسي، ما خداش الحق ديالو في الوقت اللي كان خصو ياخذ الحق ديالو، كان كيجي ويمشي ويجي ويمشي. بعد كوب دافريك لعب ماتش في كوب دافريك، راه هو لعب ومن بعد ما جاش، وحدين ما لعبوش وجاو. واش فهمتيني؟ اما عبد الحميد تجيبو دابا عنده التجربه، مولف ليكيب ناسيونال كيلعب تيتولير في فرقته، ما نهضروش على التنافسيه، لان الا غنهضروا على التنافسيه نهضروا على داري ما لعبش ملي سال العام مزيان، دار موسم رائع شارلوا. دابا شوف حنا ما كنهضروش على الاسماء، اما بوكامير ان بون جوور، كنهضروا على راه قلت هذيك النهار راه المعايير عند وليد الغراقي راه كطيح من ماتش لماتش ولا من ندوه لندوه، كيخربق لك المفاهيم باش نكونوا واضحين. كي شويه كيهضر لك على الجاهزيه، ملي كتجي كتقول ليه وراه داري ما لاعبش
وراه كي مهم، لان هذاك المعيار اللي راه ديك ملي سولوا احد الزملاء وقال لي راه قلتي بان راه العنوان الابرز وكذا، قال لي انا قلت 3 اضرار، يمكن قلت 3 اضرار وبقى كيحكر في شي حوايج. هذه راه باينه بلا ما يقولها، راه اي مدرب في العالم هذا هو المنطق الكره باينه. راه انت ناخب وطني، افضل لاعبين غادي تجيبهم اللي جاهز في ذاك الوقت بالضبط. راه اليوم يقدر يكون